من وين أنت جبت أن قطر منعت اليمنيين من دخول قطر؟ شنو الهدف من إثارة هذه الأمور؟ أنا لا خلونا نتكلم، ويا ريت أيضا تشاركونا شرفاء اليمن يكتبون في التعليق. أنت شنو دليلك؟ من وين جبت لنا والله قطر منع اليمنيين من دخول قطر اللي عنده بطاقة هيئة؟ فرسالة للشعب اليمني، أنتم مش شعب يمني عادي، أنتم أهلنا وتاج راسنا. وأنا كررتها دائما، كثير من المواطنين القطريين من حملة الجنسية القطرية من أصول يمنية، نفتخر فيهم وأهلنا ومتناسبين معاهم ومتزوجين معاهم. وين العنصرية؟ تعال يا حبيبي. القوات العسكرية القطرية سواء جيش، شرطة، عندنا قوات الأمن الداخلي، الحرس الأميري، كثير من الجهات الأمنية أساسا من أركانها أهلنا من اليمن من الستينات جاوا عندنا، ويعتبرون حتى من المؤسسين. معظم الأفراد ومعظم الضباط كانوا من أهلنا من اليمن من الستينات. تعال يا حبيبي، وين العنصرية اللي تتكلم عنها؟ تقوى الله يا ناس، لا تثيرون الفتن. وإذا أنا أقول لكم إذا صار هناك يمني 10-20 صارت لهم مشاكل في الحجوزات، يا أخي عندك السفارة، لا تيجي تقول لي والله قطر تنهب الأموال وتسرق. أنا أقول لكم في ناس الآن، وجزاه الله خير، واحد يمني أمس والله يبعث لي رسالة قال لي عبد العزيز الحق، في ناس كلاب مستأجرة قاعدين يثيرون الفتن ما بين الشعب القطري والشعب اليمني. تعبنا يا أخي فعلا، حقد وحسد. يا أخي اتقوا الله سبحانه وتعالى، عيب والله شغل النميمة والفتنة، عيب، وأكرر عيب أنها تطلع من ناس للأسف من اليمن. وإحنا نعرف أن أهل اليمن كلهم رجال، لكن لما يطلع كم من مرتزق يثير الفتن عيب. أنت عندك مشكلة، أنا لا أنكر قد تحدث، يمكن هالموضوع صحيح، يمكن صار هالموضوع، ولكن نعالج الموضوع بحكمة ونسأل، نبعث إيميل، نبعث رسالة، نكلم السفارة. أنما أطلع أنا أسوي فتنة، قطر، العنصرية، الدخل الإسرائيلي، معروف يا حبيبي. أنت بتجي تتعلمني، أنا أعلمك يا حبيبي، وأعلم 10 من أشكالكم يا مرتزقة يا أنجاس يا اللي تحطون هالعناوين. أنت يا اللي تحطون هالعناوين في الإعلام، ما حطيتها إلا أنك أنت كلب مستأجر مدفوع لك من قبل جهات بهدف زرع العنصرية ما بين الشعب القطري واليمني. وأكرر قبل ما أختم، أهل اليمن على راسي، أفتخر فيكم أنا كمواطن قطري. وقطر الحمد لله رب العالمين مليئة من المواطنين اللي أصلهم من اليمن، ومليانة من أهلنا من اليمن اللي يشتغلون في قطر، ويشتغلون وهم إخواننا وأهلنا. وعيب أني أنا أقول والله هو جاي يشتغل عندي، عيب، بالعكس هذا الواجب وبلاده هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. قبل ما أختم، أي إنسان عندك دليل حقيقي هاته، قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم حبيبي. والبرهان اللي بتطرش لي اياه صدقني انا اوعدك ببعثه حق المسؤولين اللي عندنا في لجنة الفيفا ونسألهم عن هذا الموضوع. اتمنى الرسالة تكون وصلت.